السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنتكلم عن امتحانات الصف الثالث الاعدادي، وعن امتحان الناس اللي هتمتحن بالنظام القديم والناس اللي هتمتحن بالنظام البوكلت، وشويه نصايح كده عشان نقدر ان احنا نعدي اول يوم بهدوء كده ومن غير اي توتر ولا اي حاجه. اول حاجه شويه نصايح كده النهارده، سواء انت كانت ليله الامتحان بتاعتك النهارده او بكره، نقدر ان احنا يعني نطبقها. اول حاجه، حاولوا على قد ما تقدروا الحاجات اللي انتوا واقعين فيها بالليل كده قبل ما تناموا بتبقوا لمينها في ورقه، وده ان انتوا تبصوا عليها بكره قبل الامتحان الصبح كده قبل ما تمشي البيت. بص على نفس الورقه وراجع عليها، بحيث ان انت تبقى داخل كده واثق من نفسك وخلاص. ما تقعدش ان انت تقعد تقول لا ده ناقصتي كذا مش عارفه ايه وتقعد توتر نفسك. لا، بلاش موضوع التوتر مش بيفيد، بالعكس بيضرك. فانا الافضل ان انا اركز في المذاكره، ما اضيعش وقتي في ان انا التوتر والخوف ملهوش لازمه ولا هيفيدك باي حاجه. ما تمشيش مع صحابك لو بيقعدوا طول ما انتوا ماشيين في الطريق يقعدوا يسالوا اسئله جايه من المريخ وجايين يسالوها في اليوم اللي انتوا رايحين فيه الامتحان. ده هيخليك هتبقى متوتر اكتر، وهتحس ان انت لا مش لازم حاجه، مش مذاكر حاجه. فلا، وانتوا ماشيين كده حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ما تجيبوش سيره المنهج. كل واحد بيراجع في الحاجه اللي هو بيراجع فيها وخلاص. تمام، يبقى احنا كده نبهنا على شويه كده نصايح. احاول على قد ما اقدر ان انا انام بدري عشان اقدر ابقى فايق كده الصبح، واخد يعني كفايتي من النوم. ابقى الصبح كده فايق، واللي هو وانا بكتب انا عارفه انا بكتب ايه، بحيث ان انا الاسئله حتى اللي انا عارفها صح بحلها صح. لكن انا لو رايح وانا مش فايق هلاقي نفسي ان انا بلخبط الصح مع الغلط. فلا، ناخد كفايتنا من النوم لان النقطه دي مهمه. احاول ان انا ما اطبقش ولا الكلام ده مهما كان فاضل مثلا عليا جزء، لا احاول ان انا مثلا انام كام ساعه واصحى الصبح بدري اراجع والم دنيتي باذن الله. زي ما قلت لكم، ادواتنا بقى انتوا عارفين الحاجات دي، مش لازم اقول رقم الجلوس مش عارفه ايه. ما ابداش ان انا بقى الصبح ابدا اكتب اي حاجه في اللجنه غير لما يكون المراقب اللي عليا يبدا يقول احنا هنكتب واحده واحده كذا، وافضل وراه عشان ما بوظش الورقه. احاول على قد ما اقدر ان انا ما اشطبش كتير في الورقه زي ما قلت لكم. لو انا امتحاني سواء بوكلت او التاني، لان التشطيب في الورقه بيخلي شكل الورقه مش الطف حاجه. لو اتزنقت قوي اللي هو عايز تشطب خط كده رفيع بالقلم الرصاص تعمل عليها، ومفيش اي مشكله على فكره من موضوع الكلام ده، عشان ما تجيش ناس الكومنتات لا رمسيس مش عارفه ايه. ماشي. انا بقى بكره في اللجنه على قد ما اقدر بكون في حالي ماليش دعوه بحد عشان وقتي يبقى ليا. احاول ان انا احل الاسئله بالترتيب، كل سؤال بحل عليه يعني مثلا زي دي، ابدا ان انا كل سؤال بحل عليه اعمل جنبه صح، عشان وانا براجع كده اكون عارف ايه الاسئله اللي انا تمام وايه الاسئله اللي انا مثلا ايه سبتها لغايه اخر وقت. لو لقيت نفسك كده ان انت سؤال قعدت فيه اكتر من 3 دقايق ولا 4 دقايق وانت مش عارف تحله، سيبه وعلم عليه علامه كده تكون واضحه وادخل على اللي بعده، عشان ما تقعدش واقف عنده طول الامتحان وتلاقي ان الوقت بيعدي بيك. الوقت بيكون كفايه بس لو انت مشيتها صح. تمام، فنحاول على قد ما نقدر لو لقيت سؤال مش عارفه نكتب كده عليه ونشطب ونسيب له مكان، ونبدا ان احنا يعني ايه لما نيجي نخلص نرجع له تاني ونقعد بقى نفكر فيه براحتنا. احاول على قد ما اقدر ان انا ما اقعدش اول ما اشوف الورقه كلها، يعني اول ما يدوني الورقه بتاعه الامتحان اقعد ابص فيها كلها سؤال سؤال. لا، الحوار ده بيكون رخم ان انا اقعد اشوف كل الاسئله وبعدها ارجع احل من السؤال الاولاني. لا، ابدا حل سؤال سؤال من غير ما تبص على الاسئله كلها، عشان انت لو عملت كده وجيت مثلا في سؤال حسيت ان انت مش عارفه واما بصيت عليه هتلاقي نفسك طول الامتحان. فزي ما قلت لكم لو بصيت على الامتحان كله ككل وبدات كده بعديها بدات احل ولقيت نفسي مش عارف حاجه، هلاقي نفسي ان انا بدات بقى لو طب اجابته ايه، وهفضل شاغل بالي، وحتى وقتها ممكن احل الصح اللي انا عارفه واحله غلط. فبلاش، ابدا اشوف كده بسم الله سؤال سؤال وواحده واحده واحل واللي انا عارفه اكتبه. ركز كده وانت بتقرا السؤال لغايه اخره، ممكن يكون طالب حاجتين ما يكونش طالب حاجه واحده. يعني شوف كده ايه الدنيا في كل المواد، ما بتكلمش عن العربي بس العربي بقى عايزين ان احنا ورقتنا تبقى منظمه، النصايح اللي قلنا عليها في التعبير ان احنا نطبقها. كمان نقطة تاني، الناس اللي هتمتحن البوكلت بيكون سايب لك مساحة محددة للإجابة، فحاول على قد ما تقدر وانت بتكتب الإجابة تكون محدد كده من الأول انت هتكتب ايه واحدة واحدة، عشان ما تلاقيش مثلا ان انت خدت المساحة كلها ولغاية دلوقتي ما كتبتش الحاجة اللي انت عاوز تكتبها اللي هي المهمة فعلا. فلا، وانت بتكتب الاجابه كده رتب نفسك كده في مخك انا هكتب ايه واحده واحده كده، وبعدها ابدا اكتب. لان انتوا عارفين طبعا هتبداوا تكتبوا بالجاف، فاللي هو مش هيبقى التشطيب ايه حاجه لطيفه، لان في البوكلت هو بيكون محدد لك لكل سؤال جزء كده ايه انت اللي هتجيب فيه. زي مثلا اهو اسئله رياضه مثلا بيكون سايب لك مساحه كافيه، بس ايه في ناس يعني تكتب باستفاضه، فما تخلوش الكتابه بالاستفاضه دي تخليهم يعني ينسوا الاجابه الرئيسيه او الحاجه مثلا هو كان عاوز دي بس وانا كتبت كل الحاجات ما عدا دي بس ما لقيت لهاش مكان في الاخر. لا، اكتب الحاجه المهمه الاجابه المهمه وبعديها لو عندي مكان اكمل زي ما انا عايز براحتي. تمام.
الناس اللي هتمتحن في الورق اللي هو العادي بقى اللي هو النظام القديم ده، نحاول على قد ما نقدر ان احنا ننظم الورقه، كل سؤال في صفحه كده. لو انا الدنيا عندي بيكون في ورق كتير، وورقتي اول ما امسكها كده اول ما اخدها اتاكد منها ان هي الدبابيس كلها تمام، يبقى خلاص ابدا اكتب فيها، عشان لو ما يجيش يكون فيها مثلا فيها دبوس مفكوك ولا حاجه واكتشف ده بعد مثلا ما كتبت، طب ما انا وقتها الورقه هتفك مني كلها. لا، فانا اول ما امسكها كده اشوف ان الدبابيس تمام، في دبوسين مش عارفه ايه الملاحظات اللي بيقولوا عليها المراقب، لقيتها تمام ابدا ان انا اكتب فيها، مش تمام بديها له يغيرها لي ويجيب لي واحده بدلها. احاول على قد ما اقدر كده ان انا اجاباتي تكون مرتبه، خطي يكون منظم واضح. الاسئله وانا براجع احاول ان انا راجع مره واتنين مفيش اي مشكله، ملاش موضوع انا لما براجع بشطب الصح واعمل غلط، لا انا طول ما انا عارفه السؤال متاكده منه مذاكراه مش هشطب الصح واعمل الغلط. تمام. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نبعد عن التوتر، نبعد ان احنا نقعد نختلط بزمايلنا في وقت اللجنه، ده مش هيفيدنا، مش هيكون لمصلحتنا، بل بالعكس هيضرنا، ولان انا مع زميلي ومتشتت بكذا حاجه مش هعرف افكر ودماغي مش هتكون صافيه. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نطبق النصايح دي. الناس بتاع البوكلت انتم الورق بالنسبه لكم بتكون مترتبه في ترتيب الاسئله، فانتوا هتحلوا الاسئله زي ما هي جايه لكم. فانا بصراحه حابه نظام البوكلت قوي، وكنت حاسه ان هو هيكون حاجه مفيده، بحيث ان انا بفضل ملخومه ما بين الورقه بتاعه الاسئله وورقه الاجابه. لكن دلوقتي انتوا بيبقى عندكم هو البوكلت بس على بعضه وانتوا بتبداوا تحلوا. فانا شايفه ان هو ده حاجه كويسه، وهيكون هيوفر معاك بعض الوقت شويه. بس في الاخر والاول المهم ان انا اكون مذاكر، المهم ان انا اكون مراجع منهجي كويس، اكون خلاص الماده كلها الحمد لله لممها. اذا كان مثلا لقيت في الاخر كده عندي سؤال مش عارفاه او كده، احاول على قد ما اقدر اسيبه الاخر وافضل كده في الاخر بقى السؤال ده كان تبع انهي درس، كان تبع انهي وحده، طب الوحده دي اصلا كنا بنتكلم فيها عن ايه. هتلاقي واحده واحده كده بتلاقي نفسك بتجيب الاجابه بالتدريج. لقيت نفسك مش عارف في اي حاجه خالص، اكتب اي حاجه انت فاكرها ليها علاقه حتى بالوحده دي او ليها علاقه بالدرس ده، باذن الله ممكن يبقى فيها تطلع صح او حاجه او تاخد عليها. بس ما تسيبش السؤال فاضي، انت مش هتالف كلام، بس في نفس الوقت لو انت عارف ان هو تبع مثلا الجزء ده، فانا كنت في الجزء ده كان فيه مثلا احاول ان انا قد ما اقدر، والمحاوله حتى لو طلعت غلط مش مشكله، احسن ما انا سايباها فاضي، ما كده سايباها فاضي هي مش هتحسب لي. لو كتبتها غلط ما يمكن تطلع صح، ليه انت ليه بتفترض انها ممكن تطلع غلط؟ فيا ريت بس ننفذ الحاجات دي زي ما قلت لكم، نبعد عن التوتر ملهوش لازمه، بل بالعكس بيخلينا يأذينا. الوقت اللي انا اضيعه ان انا اقعد اقول هو ممكن يحصل كذا، هو ممكن يحصل كذا، الوقت ده افيد لي بالنسبه لي ان انا اذاكر وراجع. ربنا معاكم جميعا، وعايزاكم تطمنوني بكره بعد الامتحان كلكم عملتوا ايه وايه الدنيا، والامتحان بالنسبه لكم كان اخباره ايه، والناس اللي هتمتحن مثلا يوم الاربعاء تقولي زمايلها عشان بتوع يوم الخميس. ولو شايفين مثلا ان في اي نصيحه انتوا شايفينها مفيده اكتبوها لزمايلكم في الكومنتات. يلا بقى اشوفوا فيديو جديد.